يلعب بحتمية الانتصار ولا شيء غير الانتصار لتجنب الانهيار في سباقه أمام الميرينجي. أكثر من 90,000 متفرج حاضرين في حالة غليان وهيجان، أوقات تاريخية بين البارسا والفرقة الملكية في حضور أكبر النجوم العالمية ميسي، رونالدو، نيمار، مودريتش والبقية. نعيش وإياكم حكاية تاريخية من كتاب كرة القدم العالمية. نمر الآن إلى استعراض تشكيلتي الفريقين. البداية بالفريق الضعيف ريال مدريد، حراسة المرمى لكايلر نافاس، يمين الدفاع داني كارفاخال، اليسار مارتشيلو، ثنائي محور الدفاع سيرجي راموس ورافائيل فاران. في الارتكاز الثنائي الكرواتي ماتيو كوفازيتش ولوكا مودريتش، ثم لوكاس فاسكيز، إيسكو، كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو باختيارات زين الدين زيدان. تشكيلة البلاو جرانا، الحراسة للألماني أندري ترشتيغن، ثم في الدفاع سيرجي روبرتو، جيرار بيكي، ماتشيرانو وجوردي ألبا. وسط الميدان لسيرجي بوسكيتس، راكيتيتش واندري غوميز، والثلاثي الهجومي ليو ميسي، سواريز ونيمار. ميسي تعدي الكرة خطيرة وليو رائعة، وين التوزيع، نيمار يوسع، المطالبة بضربة جزاء وكارلوس كلوز جوميز يقول لا، ركنية لبرشلونة. بدأت تشتعل المباراة والكلاسيكو. هذه الإعادة، في الإعادة إفادة سيرجي روبرتو يسدد، راموس في التصدي وكارلوس كلوز جوميز يعلن ركنية. الركنية الأولى للكلاسيكو. نيمار الغدار نجم السيليساو امام الكره، نيمار اللي وزع كره لجيرار بيكي، هجوم عكس. هذا هو السيناريو اللي يريده زين الدين زيدان بعد اعاقه السيليساو. الغدار نيمار، إعادة لتدخل رونالدو أمام الراكيتيتش وميسي. لوكاس فاسكيز لرونالدو بالراس، لكن أسبق كان من جيرار بيكي واندري تيرشتيغن. طبعا استهجان كبير من جماهير البلاو جرانا. نفقد اف سي سيميا في الدوري. هذا كرة ليو على يساره، كما قلت لكم على يساره، لكن كايلر نافاس موجود. الحارس الكوستاريكي بديل إيكر كاسياس في العرين المدريدي. الرب خطير، نيمار، هرب نيمار، ونيمار وينه؟ رافائيل فاران نجم الدفاع في الزمن قطع الطريق على السيليساو. ترجع الكرة لنيمار، نيمار قبل خروج الكرة، نيمار يوسع، التسويق من سواريز والدفاع المدريدي. زيتش كالعادة الهجمة لداني كارفاخال اللي وزع، المحاولة بقصية من جانب رونالدو ومارتشيلو باليمين بعيدة على تيرشتيغن اللي يعكس الهجوم بسرعة. مودريتش كالعادة، مودريتش نجم الكرة إلى حد الآن أفضل لاعب فوق الميدان. ماتيو كوفازيتش، مارتشيلو لكوفازيتش، رونالدو، مارتشيلو وتيرشتيغن. المطلوبة رونالدو امام جيرار بيكي، رونالدو التصويب وتيرشتيغن يسكر ويقفل النافذة، والركنية للميرينجي. لأول مرة دفاع برشلونة يخلي مساحات كبيرة أمام كريستيانو رونالدو. آخر 5 أهداف سجلها ريال مدريد في الليغا هذا الموسم سجلها كلها كريستيانو رونالدو. لوكا مودريتش اللي وزع، تدخل الدفاعي من لويس سواريز. الروح القتالية موجودة عند كل اللاعبين. إيسكو أولهم، يعدي مودريتش وخطورة اللقاء، مودريتش الراية على الكرواتي بالمليمتر، وخطيرة الكرة لوكاس فاسكيز، وفاسكيز هرب، فاسكيز في التمهيد رونالدو يسدد، رونالدو تيرشتيغن. منظومة فردية لصاروخ ماديرا رائعة وعالمية. وين كريم يحاول المرور، سيرجيو روبرتو إيسكو اللي وزع كرة بالراس، رافائيل فاران في هذا الزمن، لكن تيرشتيغن. ميسي يحافظ على كورته مع الدربة، كان داني كارفاخال. نيمار يفقد توازنه، وإيسكو في الهجوم، إيسكو اللي وزع رونالدو التصويب باليسار من صاروخ ماديرا. كرة بتدعيم من زين الدين زيدان في هذا
الزمان. يرجع برشلونة للوضعية الهجومية. ايفان راكيتيتش المتابعة ليو ميسي ونيمار امام الكرة. واحد من الاثنين. نيمار ليوانسا جول. كرة جول. بالمدافعين والحراس. لويس سواريز يتفوق على الكل ويعطي هدف الأسبقية للفرقة الكتالونية. 1-0 لبرشلونة من كرة ثابتة لنيمار. برشلونة غدر برأسية لويس سواريز. روبرتو ليو ميسي كرة رائعة. كايلور نافاس. كوفازيتش لرايعة كريم. تبادع واضح من كريم بنزيما وجوردي ألبا في محور الدفاع ينقذ الفريق الكتالوني امامنا. جوردي ألبا هو اللي كان امام كريم ولم يكن لا ماتشيرانو. يعطي كرة لاندريس انيستا هي 30 متر الاخيره والسرعه. نيمار غريبة وعجيبة. نيمار يتلاعب بكربخال اللي ضاع في القطار ويسدد في الشباك الخالية. شنو هذا يا نيمار؟ ما هذا يا نيمار؟ كرة السيليساو كوبا كابانا بتواجد رونالدو. قادر الريال على العودة في هذا الكلاسيكو. نيمار انيستا. ركنية كتالونية. واش هاللعبة؟ شنو هذا يا انيستا؟ هذا هو انيستا واللي قلت لكم مشاهدينا الكرام 30 متر الاخيره هي ملك لانيستا بكل تاكيد. نيمار تعدي كره لسواريز وجول. لا كره جول. رافائيل فاران يحرم برشلونه من كره الهدف الثاني. هذه الكرات تذكرنا ببرشلونة مع بيب غوارديولا بالسرعة في الإيقاع بذكاء. المطالبة بلمسة يد من أسانسيو وفاران في حواره مع نيمار. لويس انريكي على خط التماس يشحن المعنويات. فاسكيز استرجاع سريع للكرة. انيستا الرسام وليو جول. شنو هذا؟ لا المشكلة ليست في ميسي وإذاعته للهدف. الروعة لإنيستا في كرة من الزمن الجمال، في كرة من كوكب آخر. إنيستا الرسام، إنيستا الفنان، شيء كبير يا عمري. رونالدو، كارباخال، مودريتش، رافائيل فاران. كل برشلونة في الدفاع من أجل انتصار الإبداع. طويلة الكرة من راموس باتجاه لوكاس فاسكيز اللي ذكرنا بإخوانيته. كارباخال يوسع بالراس. كرة بالراس من راموس. المطرقة المدريدية مرت فوق أندري تير شتيغن. لحظات تاريخية، لحظات قاتلة. الكل في الكل الآن من جانب برشلونة. خروج لنيمار ووصول لسواريز. مارتشيلو يحاول المرور. مارتشيلو يوسع. راسية رونالدو. التورنادو في القائم الثاني. وكاد برشلونة أن يعاني. يضغط فريق مدريد. الريال الآن رويال. لوكا مودريتش في الركنية. مودريتش يوسع. كرة بالراس على الكل تمر وما زالت مارتشيلو ويعدي.
لحظات صعبة على دفاع برشلونة. كرة كرواتية للوكا مودريتش. لوكاس فاسكيز يحكي مع جيرار بيكي. توتر أردا توران. أبرز نجوم المباراة مودريتش اللي يوزع جول. فان الريال، فان الريال، المطرقة راموس، سيرجي راموس في نهاية هذا الزمان. الريال رويال، ليس هنالك تسلل. كرة بالراس من راموس، جابها له وفي الشباك حطها. غريبة والله غريبة. قلت لكم مشاهدينا الكرام، الريال في آخر الأوقات رويال. راموس في الأوقات الصعبة يلقاه ريال مدريد. نتذكر هدف في اتلتيكو مدريد في لشبونة. كرة سواريز في القائم الثاني، التصويب، جول. لا، على الخط النهائي، كرة جول. غريبة، راحت عليك يا برشلونة، ضاعت عليك يا برشلونة. ما زالت الخطورة في هذه الكرة. هيجان تسونامي. اندريز، اسانسيو يحاول الهروب. ماركو، هذا دياز ودياز. وين هذه الكرة لماريانو دياز الدومينيكي، لكن عودة في هذه اللحظة يعلن الحكم كارلوس كلاس غوميز على نهاية المباراة والكلاسيكو بتعادل مثير بين الريال مدريد والمستضيف برشلونة في هذه الأوقات الكروية. أكيد مشاهدينا الكرام استمتعنا بالشوط الثاني من العيار الثقيل بين العملاقين، والنتيجة في النهاية التعادل. هل هو تعادل عادل؟ أكيد التحليل سيكون في الاستوديو.